بسم الله الرحمن الرحيم. اخوكم مروان البرنس. انا عندي كلمتين نحب نقولهم كالعاده، معناها انتم متعودين بيا. انا نقول لكم راهو الحوار الوطني راهو فاشل، وما تستناو حتى شيء من الحوار الوطني. انا قلت لكم ما تستناو حتى شيء من الحوار الوطني. انا نقول للرباعي راكم انتم قاعد تضيعوا في الوقت. انا نعرف اللي النيه نتاعكم راهي طيبه، وهذا معناها معروف على معناها كما ولا الاحزاب نتاع المعارضه، معروف على نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل وتاع حقوق الانسان ومدام ولاد بشمال وغيره، راهم ناس مواطنين. ولكن راني انا نقول لكم اللي النهضه قاعده تتخذ في طريقه اسمها لا بوليتيك براغماتيك، سياسه المراحل، تحب تقتل الشعب واحده واحده، قاعده فهمتوا لا تركح في العباد باش تمتص الغضب نتاعها، وراهي يرد بالكم تقولوا راهي باش تخرج. انا نضمن لك اللي مش خارجه. انتم راكم مش حابين، معناها مش حابين تقراوا من اغلاط الماضي. وانا نقول للمفكرين اللي ناس قاريه تاريخ، تعلموا من اغلاط الغير. شوف انت فرنسا والانجلتير في السكوند جير مونديال عام 1939 وقت اللي ادولف هتلر رئيس فهمتوا الحزب النازي نتاع المانيا ضم سويسرا، اللي هي خاطر ضم سويسرا واستعمرها، قال لك شنو قال لك راهم يتكلموا بالالمانيه، وفرنسا والانجلتير سكتت ما حبش تتكلم. وشوف نهايه السكوت وشوف نهايه المفاوضات. فرنسا سكتت من هنا، المانيا احتلت بولندا وبعد احتلت فرنسا، وبرا عاد ملايين وملايين ماتوا باش نحاولوا هم النازيين. واحنا ما زلنا فهمتوا ولا باش نفاوضوا معهم العباد هذوما. راهو كيما يقولوا الفرنسيس الحوار الوطني سموه فوفودا، فاشل فاشل فاشل. وانا راهو ما تستناوش خير من النهضه. وراهو اذا كان ثم واحد يجي يقول لك راهو لاباس ثم الخير، راهو ما ثماش خير. يا ودي فيقوا على رواحكم، ما تعملوش كما النعامه كي تحشي راسها، كي يجيها الخطر تحشي راسها في حفره كم كواش. وراهو ما تمنعش من الخطر، تحشي راسها هي ما يلزمناش نحشيو راسنا في حفره ونقولوا راهو احنا باش نمنعوا. يلزمنا نعرفوا اللي احنا نواجهوا في وحش كاسر، وحش ما عادش من ايراني، هذوما راهم مش توانسه. وانا راني عندي حق في التعبير وعندي حق فهمتي ولا نحب نفيق الناس ونفيق جماعه اخواتي اللي احنا ماناش قارين كما العباد يقولوا، جماعه الناس تاع الحكومه الشعبيه الشرفاء والناس الشرفاء فهمتوا ولا. قل لهم يا ولدي راهو الحوار الوطني راهو فاشل، الحوار الوطني راهو فاشل وماشي رانا مش نضيعوا. والنهضه قاعده تركح في العباد وقاعده فهمتي ولا تعمل في تكتيك اخر، قاعده تعمل في لا بوليتيك براغماتيك، سياسه المراحل. تبدا لك واحده 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 واحده، ثلاثه جماعه في اربع جماعه، وبعد كل مره طلعوا وفهمتوا ولا سي جابت لي فهمتوا ولا سي احمد النستيريا ومحمد الناصر فهمتوا ولا. احنا عندنا ناس معنا مفكرين وانا شيء ياسف، ورانا ماشيين في سرداب ما هوش. وانا مش نعمل فازه انا يا خويا، راني سيد. وهذه شوفوا انتم دبوسه ما انا مش نعمل هكا انا يا ولدي غسلت يدي من الحوار الوطني وغسلت يدي من النهضه وغسلت ولدي. انا ما نغسل، انا الرباعي انا نقول راني غسلنا يدينا. نتكلم باسم الناس معناها الناس البسطاء، رانا احنا غسلنا يدينا وسي. راهو الحوار الوطني رانا مش نبتدوا فيه، ورانا مش نمشيو لحرب اهليه كبيره ياسر. راهو وشوف انتم ثم مثل يقول لك السكون بعد العاصفه، وهذا كلامي. وابعدوا على الحوار الوطني. راهو الحوار الوطني مع النهضه كيفاش انت تتحاور مع ناس معناها قاتل ارواح، وناس معناها اسم نتاعها معناها فهمتوا عليه وضع شبهه، معناها النهضه شبهه عندك الجرائم هذه. يا عباد فيقوا راهو رد بالكم تمشيوا بالطريقه هذه، طريقه فهمتوا ولا الحوار الوطني واحد راهو الله غالب. احنا جماعه الرباعي راهو خطير، الرباعي راهو نظيف، الرباعي راهو شريف، اما راهو مش فايده. تو انت كي تجي تسوق كرهبه تعرف روحك اللي يسوق، لكن غيرك اللي في المستعمل طريقه الكياس ما تضمنش هو سواق ولا مش سواق، ممكن يتعدى يدخل فيك. وهذه كانت كيف الحوار الوطني والرباعي قاعد يمشي في الدنيا صياحه، والنهضه قاعد تعمل هكا وهكا. ولهذا رانا مش نطيحوا في حرب اهليه والبلاد باش تخرب. يعني انا نكلم الناس الشرفاء الكل لازم نغفروا النهضه ونقولوا جماعه نجي نقول الرباعي راهو الحوار الوطني راهو فاشل وماش باش وصلنا حتى شيء. وانا عملت اللي عليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.